لقجع اللي هو رئيس الجامعه وعضو في المكتب التنفيذي تاع الكاف فتح تحقيق كما قلت انا وعاقبوه يعني بطريقه كالبرق. شوف انا شفت يعني في تاريخ العقوبات يعني ما شفتش فيه ممكن تعاقب مدرب عام يعتدي على لاعب او فيه عقوبات يعني اطول من عقوبه عادل عمروش 8 مباريات، ولكن تصريح لم اجد. ما نقولش ما كاش، لكن انا شخصيا لم اجد يعني واحد ادلى بتصريحات عوقب ب8 مباريات وبغرامه ماليه وبهذه السرعه. هذه السرعه يعني في 48 ساعه تفتح تحقيق. وهو لما ادلى بتصريحات كان جزء منها باللغه العربيه وجزء منها باللغه الدارجه. يعني من يفهم اللغه الدارجه الجزائريه؟ هل استعانت بالكاف بخبراء جزائريين من اجل استعملت بخبراء اخرين من اجل تفكيك بعض الكلمات التي كانت بالدارجه الجزائريه؟ المشكل محمد، المشكل وين ما فهمتش انايا كيفاش رئيس جامعه وعضو فعال مؤثر في الكاف يجلس في بنك الاحتياط. كان موجود في مباراة المغرب تنزانيا. مغرب تنزانيا وزيدوا على زاد واش داروا له يعني صحافي قاعد في التماس يصور في الجاست عادل واش راح يدير واش مش راح يدير، كانوا يعني بروفوكو فيه. انا نبقى نتساءل انايا. وهذا عادل لما تكلم على الحاكم طوم ابونجيل محمد يعرفوا مليح. عادل خدم في جنوب افريقيا، يعرف باللي طوم ابونجيل هذا الحاكم الجنوب الافريقي يعني للاسف جنوب افريقيا عندها زعامه. نعم. محمد عندها زعامه، عندها نيلسون مانديلا، عندها الحاكم الجنوب الافريقي اللي في المستوى العالي. ولكن هذا الحاكم هدايا يخدم للسيد فوزي لقجع، يخدم له ليه، هو اللي دار المقابله تاع تنزانيا المغرب في دار السلام. نعم. كيف تتوقع امين ان تتعامل الكاف مع قضيه مبيمبا الركراكي؟ حسب ما شاهدناه مؤخرا ستغلق القضيه وكانها لم تكن ابدا. كيف يعني بهذه البساطه تغلق القضيه؟ بهذه البساطه نعم. والشكوى اين تذهب؟ أو ستكون هناك عقوبات سطحية عادية جدا ربما. أمين لا يمكنك أن تغلق الشكوى. فيه واحد مشتكي وواحد مشتكى عليه، وفيه تصريحات خطيرة وفيه بيان خطير. يعني نريد أن نعرف من هو الكاذب ومن هو الصادق. وأنا قلت وأعيد وأكرر نحن لا نعلم. نحن لا نعلم من الكاذب ومن الصادق. نحن نطالب فقط بإنصاف الشخص المظلوم والشخص الظالم توقع عليه عقوبة، لكن لا ندري من. لا يمكن أن تغلق هذه القضية. لازم إذا كان مبيمبا يفتري على الركراكي يجب معاقبة مبيمبا. يجب معاقبة مبيمبا. آمين كيف تفتري على مدرب ونحن نعرف بأنه الركراكي مدرب خلوق؟ يعني إذا أدلى وسقط هذه السقطة الكبيرة وأدلى بهذه التصريحات أو بهذه العبارات يجب أن يعاقب. وإذا أدلة كما قال عنده فيديوهات وعنده أدلة ما يقدروش يعاقبوه، يقدروا يروحوا بطريقة أخرى، طريقة ودية. يقدروا يفضوا النزاع بطريقة ودية. أنا هذا واش نتوقع، راح يفضوا النزاع بطريقة ودية بدون توجيه عقوبات لا على الجانب المغربي ولا على الجانب الكونغولي. هذه إذا كان مبيمبا هو المحق. إذا كان العكس لقاو باللي مبيمبا يكذب، فمبيمبا هنا راح يضربوه ضرب مبرح وخشين ويكسروا له ظهره. هل أصبحت الكاف جمعية أشرار الآن؟ ولا الكاف وقتها كانت جمعيه ائمه وقيل محمد كي يلحق وقيل اذان ياذنوا يديروا جماعه داخل دهاليز الكاف ويصلوا جماعه محمد ويقراوا القران ويراجعوا الاحاديث. الكاف والله ما كانوا بهذا القبح يا امين محمد، والله غير من البكري. لا اوكي يعني معك امين كان لحقوا السومي امين بهذا القبح، لحقوا بهذا السوء، بهذا الوقاحه عمرها ما كانت. الان اسمع، الان ربما الكاف لحقت الاوج العطاء تاعها في الشر في الفساد. بصح محمد من البكري الكاف عندها سمعة سيئة جدا، سواء في ترتيب المباريات للمنتخبات التي تكون قوية داخل دهاليز الكاف، أو الاستعانة بالحكام من طرف هذه المنتخبات وهذه البلدان القوية بالحكام الذين تريدهم، وتغيير قرارات في الكثير من الأحيان. لذلك قلت لك ما ايش حاجه جديده على الكاف. نعم. والان المشكل انه اصبحت علانيه. بكري كانوا يحشموا شويه الكاف، يديروا الفساد بس يحشموا شويه في الليل في الظلمه. شوف الاتحاديات الافريقيه لكره القدم تنتفض،
لان نقول لك علاش امين. الاتحاديات ايضا فاسده. تصفيات كاس العالم الذمه نتاعها بالاموال، تقدر تشري الذمه نتاعها. المروك تستقبل الادفيرسير تاع المروك يستقبل المروك داخل المروك. هذا هبال هذايا على الشيطان. لازم كاع رؤساء الاتحاديات ينتفضوا، لان انا بصراحه محمد هذا موتسيبي انايا بالنسبه لي اضعف رئيس اللي عرفته لاكاف.